طبعا المطاعم اللي بتبقى جوه الفنادق او القرى السياحيه بيبقى فيه حواليها غموض كده، ما تبقاش عارف شكل المطعم هيبقى ايه وايه الاكل اللي بيقدمه والاسعار هتبقى كام. عشان كده النهارده هنجرب مطعم ذا جريل هاوس او بيت المشاوي بتاع فندق بالما بورسعيد في شارع طرح البحر ورا الاستاد. المكان بسيط وشيك ونضيف جدا، بيقدم اكل شرقي، مشويات وطواجن. ده شكل المطعم، هو نفسه مطعم الفندق اللي بيتعمل فيه بوفيه الفطار، وممكن لو انت مش نزيل برضو تفطر هنا في البوفيه. في ترابيزات او الدور ممكن تاكل هنا او تطلب الاكل على حمام السباحه. الاسعار في المنيو مش شامله الضريبه والخدمه، عشان كده الاسعار اللي انا هكتبها الحاجات اللي انا طالبها هتبقى شامله الخدمه والضريبه. طلبنا اول حاجه ميكس جريل، عباره عن قطعه طرب، سيخ كفته، وثلاث قطع كباب و3 شيش. المشاوي كانت ممتازه جدا، الكفته حلوه والكباب طري جدا وتتبيلته مظبوطه. نفس الكلام الشيش خطير، اقل حاجه عجبتني هي الطرب. بيجي معاهم شويه رز بسمتي كان كويس. طلبنا طبق محاشي مشكل، هو حجم واحد بس اللي هو ده، بيبقى فلفل وكوسه وبتنجان وورق عنب. كلهم كانوا روعه سواء التسويه او التتبيله. دي الملوخيه مع الرز بالشعريه برضو كان طعمها خطير. واخر حاجه فتة موزه ضاني، اللحمه طريه وطعمها حلو. الفتة بقى كانت رهيبة جدا، الصلصة ولا التومة بالخل دي كانت ك10/10. الأكل كله كان ممتاز جدا، الملح مظبوط بالشعرة، لا هو قليل ولا هو كتير، يعني لو كان سنة كمان زيادة كان الأكل هيبقى حادق. المكان من المطاعم اللي بالنسبة لي كانت اكتشاف السنة دي، ومن الأماكن اللي الواحد يحب يروحها تاني. كنا هنطلب مشروبات بس قالوا لنا إن في المطعم متاح بس العصاير الفريش، أما الكوكتيلات زي الموهيتو والحاجات دي متاحة بس على حمام السباحة. فكملنا القعدة هناك على حمام السباحة، ده حساب المطعم. المكان قعدته حلوه برضه، منظم ونظيف جدا. طلبت ام علي وعصير ليمون بالنعناع وموهيتو. الموهيتو كان عادي، المفروض بيبقى عباره عن صودا ليمون مع قطع ليمون ونعناع، والافضل اوراق النعناع ان هي تبقى سليمه مش متقطعه كده، هم تقريبا ضاربين كله في الخلاط. الاحسن يبقى ورق النعناع زي ما هو كده مع قطع الليمون بيتهرسوا على الخفيف كده عشان ينزلوا الطعم اللي فيهم، وبتضاف عليهم الصودا والتلج. الليمون بالنعناع ما كانش مظبوط قوي في الاول، كان فيه مراره ومش ساقع وناقص سكر، فقلت لهم ظبطوه وجابوه تاني كان طعمه مظبوط. ام علي اخدت وقت تقريبا نص ساعه، غالبا هي مش جاهزه بيجهزوها من البدايه خالص. كانت شغاله مش احسن حاجه، الوش كان متحروق شويه والسكر كان زياده، وكان فيها السوداني مش مكسرات. فبالمقارنه بام علي اماكن تانية زي اللورد مثلا، لا اللورد طبعا يكسب. فالاكل هناك كان افضل بكتير من الحلويات والمشروبات. بس دي كانت تجربه بيت المشاوي. سلام.